ويبكون من يشوفون جماعتهم يروحون للمدرسه يبقون يبكون لان ما عندهم جناسي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أقل أو أكثر من أسبوع زرت أحد الدوائر الحكومية من أجل قضاء حاجة، وإذا بأحد الموظفين طلب مني أن أشوف أحد الحالات الإنسانية الصعبة اللي بصراحة شفتها واللي تتعلق بأم حيدر. طبعا أم حيدر صغيرة بالعمر، تزوجت قبل أكثر من 9 سنوات فخلفت 3 اللي هو حيدر وبنين وهذه الطفلة اللي هي معصومة. المشكلة وين؟ المشكلة هذه المرأة عندها زوج، وبالتالي نتسوا ذولا صاروا ضحايا قرار أهل، ما أريد أقول قرار قدر، فأنتجوا هؤلاء الاثنين. ذولا الاثنين خطية. حيدر عمره 8 سنوات وبنين عمرها 7 سنوات، لليوم مو بالمدرسة خطية. ليش؟ لأن والدهم مستمسكات الرسمية من مكان لمكان، من سجن لسجن، وحاليا هو بالسجن، ضيع حق هؤلاء أن يعيشون. المشكلة يعني هذه المرأة خطية، شفتها زارت التربية على مود تكمل إجراءات، وتعرفون التربية تريد جنسية. بعد ما تواصلت وياي تواصلت ويا عميد علي جزاه الله ألف خير مدير أحوال الكوت، وشرحت له الحالة، والرجل الخير تعاطف جدا مع هذه الحالة، وطلب من عندي بعض المستمسكات وقال أنا أسهل، لأن القضية تتطلب روحه وزيارة لكركوك وبغداد، يعني إجراءات كلش معقدة، والمرأة خطية ما تقدر وما عندها فلوس أن تودي جهالها. خصوص حالتك. معيشة الجهال ما عندي وصعبة يعني، ويا أهلي يعني ظروفهم كلش تعبانة، ويبكون من يشوفون جماعتهم يروحون للمدرسة يبقون يبكون لأن ما عندهم جناسي. أنا حتى ملابس للمدرسة إذا أسجلهم ما عندي أجيب لهم، ظروف أهلي تعبانة وأنا ما عندي يعني أقوم بواجبهم. يمكن ما خليت باب ما دقيته يعني على مودهم. هسه الله يسهل عليك إن شاء الله. هسه احنا إن شاء الله متجهين وراح نروح لسيادة العميد عميد علي ونشوف شنو الإجراءات. وصلنا للسيد العميد، وطبعا احنا قبل اسبوع طرحنا له الحاله، والرجل اخذ كل الاجراءات القانونيه، والرجل اتبع كل السياقات وسهل مهمه هؤلاء الاطفال على مود يدخلون المدارس. انا اولا اشكرك، يعني اشكر نبلك وانسانيتك استاذ علي. يمكن الاطفال اكو بعض العوائل يمكن الاطفال يمكن ما عندهم اوراق ثبوتيه، نعم، بس طفولتهم هي يمكن وانسانيتهم وبراءتهم هي اكبر اوراق ثبوتيه، لأن تجدد بينا الأمل اتجاه أناس مستضعفين، وأكو ناس يسندوهم مثل حضرتك والناس الخيرة من وزارة الداخلية. نعم. شو تحب تقول للأطفال ذولا حيدر وبنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم الراعي الأول للحالات الإنسانية والفريق الحقوقي نشأة إبراهيم الخفاجي مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اللي دائما يأكدون إيلاء والاهتمام بها وإنجاز المعاملات بأقصى وقت. بصراحة سيدنا بعد مناشدتك تبنينا الموضوع واختصرنا الكثير من الحلقات، أسأل الله يوفقك. وكلفت أحد المعتمدين يعني بدل ما هم يروحون لبغداد ويكملون قسم من الإجراءات العفو، كلفت المعتمد وانجز القسم اللي المفروض المعامله تروح به لبغداد، كلفت المعتمد وكمل الاجراءات وجاب لنا اياها، وان شاء الله المعامله على قيد الانجاز، وبنين وحيدر يسجلون بالمدرسه وهم ان شاء الله مثل ابنائنا، راح يسجلوك بعد مثل ابنائنا، ونريد من عندهم يصيرون مجتهدين وشطار حتى يخدمون بلدهم. حيدر شو تقول للعمو؟ شو تقول له حبيبي؟ شكرا عمو. أنا بخدمتك حبيبي. تعي بنين بنونة. شو تقول لي للعمو استاذ علي؟ شكرا. وين راح تروحين بعد؟ للمدرسة. يعني بعد 8 سنوات راح تروحين للمدرسة. اسال الله يوفقك يا استاذ علي. الله يسلمك. وشكرا لك وشكرا للكادر، يعني امانه الله يعني لكم مواقف يعني دائما اوثقها. الله يسلمك. تستحقون كل تقدير، طبعا مكانتكم يوم الله سبحانه وتعالى، الله يسجل هاي المواقف قبل لا يسجلها الناس. شكرا لك، لان انت راح تسعد دول الاطفال وراح يعيشون حياه طبيعيه الله مثل كل طفل. يعني قبل شويه يقول لي انا ليش ما اروح للمدرسه؟ طبعا الاستاذ علي دموعه
عزيزي شوي. اسال الله يحفظك يا استاذ علي. يسلمك. شكرا لك وشكرا لهالدموع الحلوه. الله يعزك. الله بس يسلمك. الله يوفقك. ايش وقت تصدر ان شاء الله؟ يعني احتمال مو اقل من يومين ثلاثه مو اكثر. وبعد يومين ولله الحمد وبفضل من الله سبحانه وتعالى وتدخل الاستاذ علي الشمري مدير احوال الكويت صارت الاستجابه سريعه. اشكركم. هذه هويتك حيدوري راح تدخل المدرسه، وهذه بنين هويتي شو راح تدخلين المدرسه، ومحصومه راح نخلصها من معاناه تخاف تكبر وتدخل المدرسه. ام حيدر شو تقولين للي يساعدك؟ والله شكرا ورحم الله والدي. استاذ علي ما قصر، واستاذ منير هم ما قصر، والله ما اعرف شلون اشكرهم. وانا صار لي 3 اشهر امشي بالمعامله وما كملت، فهم كملوا لي اياها. والله ادعي لهم بالصحه والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم صل على محمد.